تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم احمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. عبد ميري شايل على كتافه الحمل التقيل كده اهو، ومهندس اهم ملف في مصر في 2010. انت مصدق بقى الاشاعات اللي بتتقال؟ فين مصادرك يا جناب الخلف حضرتك؟ دي مش اشاعة، دي حقيقة. في ناس بتتعب وبتشقى عمرها كله علشان تسيب في الاخر لاولادها شوية طين في البلد، او عمارة او دفتر توفير في البوسطة. وفي ناس تانية طموحها تسيب لاولادها بلد بحالها. وفي اعتقادك يا سيف لما هو مدرك مين هو عابد ميري، ازاي اقدم على الخطوة المجنونة دي؟ سعادتك يا عابد بيه لسه قايل ان في احتمال بديل للجنون. قصدك انه حد مش سهل ابدا؟ مظبوط يا فندم. يبقى اللي وراه ومشجعه حد مش هين، حد عايز يدخل لاعمق دهاليز حياتي، يدخل بيتي، زق عليا الولد ده عشان يحاربني بيه. وممكن يكون الموضوع ابسط من كده، ويكون اللي مشجعه حبيب مش عاجبه يا فندم. شاهد الولد فعلا مش سهل، لمجرد بس انه خطف قلب الهانم الصغير. يبقى الاحتمال الاول هو اللي وارد، يبقى مجنون فعلا وناقص عقل. لو كان فاهم ان شهد ممكن تأثر عليا في قرار مصيري زي ده مهما كانت غالية عليا. ما تقلقش، الحته دي كمان انا عامل حسابها. متوقع ان عابد بيه مش هتبقى حساباته عاطفيه، وان له حساباته الخاصه. ومنتظر بس خلال اللقاء انه يطرح الطرف الاول من المعادله، وهيلاقي عندي الطرف الثاني. باهر، هو انا صحيح متربيه في بيت سياسي عريق وقادره افهم اللي انت بتقوله، لكن بلاش تكلمني بالطريقه المكلكعه دي ارجوك. ما تحسسنيش ان انا مذيعه قاعده قدامك في برنامج توك شو من اللي انت بتظهر فيهم تعلق على الاحداث السياسيه. فكها شويه يا معلم. حاضر ست فكها. قلقانه من ايه بالظبط وانا اطمنك؟ بص يا بيبي، مش بيقولوا البنت بتطلع لمامتها؟ ايوه، وعندنا في الاقصر بيقولوا اكفي الجدر على فمها هتطلع البنت. انا بقى تقريبا ما خدتش من ماما حاجه خالص، لا يعني شويه الشبه في الملامح الصغيرين، انما شخصيتي اللي بناها لي فعلا بابا. بابا كان عنده طبعا مهما كانت مشاغله او مسؤولياته دايما كانت شهد في صدارة المشهد. هو اللي ليه الفضل في تكوين تفكيري وشخصيتي وكل حاجة كل حاجة، انت فاهمني؟
انا ببص على الدنيا بعيون بابا، ولعلمك بقى هو عارف ده، وطول عمره مطمن قوي ان البنت دي عمرها ما هيجي يوم وتقول له انا بحب ده وعايزه اتجوزه. طب لما حصل يعني بلغتيه ان انا عاوز اقابله علشان اتقدم له واطلب ايدك، رد فعلك؟ هو في الاول اتصدم يعني، وفضل ساكت شويتين كده وبصلي من فوق لتحت كانه اول مره يشوف شهد بنته انسه كبيره. طب وبعدين اتقبل الامر ازاي؟ يعني اكيد حط في اعتباره ان الحب ممكن يكون دوب شويه من تربيه السنين، لكن ولا على باله ان انا في نهايه الامر ومهما كنت بحبك وموت فيك ان انا ممكن اعمل حاجه هو مش راضي عنها. هي دي بقى المعادله اللي لا يمكن تكون مختلة، وهو ده اللي انت لازم تحطه كويس قوي في اعتبارك يا دكتور باهر عز الدين وانت بتلاعب بابا على جيم جايزته شهد عازة ميري. قصدك تقولي ان البحر من خلفي وعابد ميري من امامي، مفيش وسائل مساعده خالص، ولا حتى انت ولا حتى انا. وانا بقول لك بقى ان انا مش متفاجئ وفاهم ده من الاول وداخل العب جيم على هذا الاساس. انا عاوز من عابد ميري يجيب بنته اعز ما يملك، وما عنديش لا المال ولا السلطه اللي كانوا عند اللي قبلي وتقدموا لك ورفضهم من غير ما يكلف نفسه حتى ويقابل موافقه. لا لا لا، امال ايه بقى ال4 جنيه ثقه اللي مرسومين على وشك دول يا دكتور؟ عشان عندي حاجه تانية ما كانتش عند اللي قبلي وهتخليه يوافق عليا. اللي هي ايه بقى؟ بكره انا معايا بكره. ميرسي على القهوه. ايه رايك في طعم قهوتي يا دكتور باهر؟ اتمنى يكون عجبك. دي عظيمه جدا يا فندم. يا ترى تعرف ان ده نوع قهوه اندونيسي بيعتبر اغلى نوع قهوه في العالم؟ يبقى كلامي في محله، قهوه عظيمه فعلا. لمجرد انها اغلى نوع قهوه في العالم تبقى عظيمه؟ يا فندم ما كانتش هتبقى الاغلى لو ما كانتش الاجود. مع ان الحياه مليانه بحاجات جيده كتير لكن مش متقدره بثمنها الحقيقي يا دكتور باهر. انت هتعرف ان احسن قهوه في العالم دي مش بتستخرج من نبات القهوه. امال بتستخرج منين يا عبد؟ من تقدر تقول من الفضلات يعني. ايوه الفضلات، فضلات حيوان اسمه قط الزبات بينقي بنفسه انضج الحبوب من فوق نباتات القهوه، لكن معدته مش بتهضم غير القشره بس، انما جسم الحبه نفسها يخرج سليم في فضلاته بعد ما انزيمات معدته تفكك بروتيناتها وتمنحها ريحه قريبه قوي من ريحه المسك. ومن حبوب الفضلات دي بتتصنع اغلى نوع قهوه في العالم زي اللي حضرتك شربته معايا دلوقتي. سبحان الله. بس يا ترى بقى قط الزبات ده عارف قيمه نفسه؟ ولا حتى البني ادمين عارفين قيمته، بدليل انه على وشك الانقراض. انما انت مثلا يا دكتور اكيد عارف قيمه نفسك وبتطالب باللي يقيمك صح في سوق الحياه. وانا على يقين يا فندم وثقه انك هتقدرني صح زي ما انا مقدر حضرتك صح جدا يا حبيبي. انت تعتبر في نادي 10,000. طموحك لحد فين اكتر من كده يا دكتور؟ لحد ما حضرتك واقف يا باشا. انما اتعداك لا. انت مش دخلت لجنة الحزب بتاعت الراجل الصغير وطلعوك منها؟ محدش طلعني منها يا باشا، انا استقلت ولحد دلوقتي بيبعتولي مراسيل علشان ارجع. خير ما عملت. دي لجنة اللي معاهم فلوس وعاوزين سلطة يحموا بيها فلوسهم، مالكش مكان فيها. ما قلتليش يا باشا ايه المهر؟ مهر ايه بالظبط؟ مهر شهد ولا مهري انا؟ مهر جوازة ولا مهر المصاهرة؟ انا جاهز لكل طلباتك يا حبيبي. هو طلب واحد وبسيط جدا يا باهر، لكنه هيطمني جدا على مستقبل بنتي وعلى مستقبل اسمي اللي هأمنك عليهم. وانا مستعد لتنفيذ اي حاجة تطلبها مني مادام ده هيطمن سعادتك. وريني كارتك الربحان، اكشفولي، اثبت لي بكرة، برهن انه بتاعك يا باهر.
وهي المعطيات اللي تؤدي للبرهان على بكرة؟ امبارح فرحي بكرة امبارح. تكلم الفزورة دي ولا ايه؟ مش ناقصك انت كمان يا فؤاد وحياة والدك. سيبني باللي انا فيه واسكت ارجوك. اسكت ده ايه؟ انا كنت فاكر ان الراجل عابد ميري ده دماغه ذرية وهيعصرك، انما ما كنتش فاكر انه هيسحقك كده. يسحقني ايه يا ابني انت كمان؟ ما هو يا عم الدكتور خبطك فزورة خلاك تلف حوالين نفسك اهو. قال لك برهن على بكرة بامبارح. فزورة ايه يا ابني افهم؟ وقصده الماضي بتاعي، عاوز يفتش في الماضي علشان يعرف بكرة بتاعي ولا لا. بكرة ده دكتور باهر في ايد ربنا، لا حد يقدر يعرفه ولا يقدر يثبته ولا يبرهن عليه. وبعدين ماضيك ده ايه؟ عد كلامك يا جحا. قال لك واحدة نايمة والتانية قايمة. هو ايه اللي غامض في ماضيك ومحدش يعرفه يا ابو 38 سنة؟ انت تاريخك السياسي من ساعة ما رجعت من دبي يطلع كام سنة اصلا؟ بقول لك ايه، سيبه يهري نفسه على الفاضي، هيلاقي ايه تخاف منه. وبعدين ما تقعدش تقرقط في ضوافرك كده زي اللي حبيبته لطعها على الكورنيش. مش ناقصه خفه ايه؟ طب بقول لك ايه، رد عليها، انت بقالك يومين ما بتردش عليها. اسكت. الو، انا مستنياك في العربية تحت يا باهر، انزلي لو سمحت. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني محنة. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد ميادة عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.